خبر عاجل. شاهد تصريح مدرب المنتخب الوطني المغربي الجديد محمد وهبي يصدم وليد الركراكي. ولكن قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد. عبر الناخب الوطني الجديد محمد وهبي عن فخره بالثقة التي منحت له لقيادة المنتخب المغربي، معتبرا أن هذه المسؤولية تأتي بعد مرحلة مميزة عاشها المغرب بقيادة المدرب السابق وليد الركراكي. وقال وهبي في ندوة صحفية لتقديمه مساء اليوم الخميس إن وليد الركراكي ترك إرثا قويا، وأنه سيواصل رفقة الطاقم التقني الجديد البناء عليه. وتابع: أدرك جيدا حجم المسؤولية والانتظارات المرتبطة بهذه المهمة، وأشعر بفخر كبير بهذا التكليف. وتعهد وهبي بالعمل بجدية وروح وطنية عالية من أجل مواصلة تطوير المنتخب المغربي وتعزيز المكتسبات التي حققها خلال السنوات الأخيرة. وأوضح بطل العالم للشباب أن المنتخب المغربي يضم عناصر شابة تمتلك مؤهلات كبيرة، وهو ما يمنح الفريق فرصاً أكبر لتحقيق المزيد من التطور والنجاحات. ونوه وهبي بالعمل الذي قام به وليد الركراكي خلال الفترة الماضية، ومؤكداً أن إنجازاته شكلت قاعدة مهمة للبناء في المرحلة المقبلة.